ازيكم عاملين ايه؟ رجعت معاكم فيديو سريع كده. النهارده بقى صحيت من النوم لقيت الميكروويف بتاعي اتحرق. هتقولوا لي ايه المشكله؟ طبعا الميكروويف اتحرق، طب ما تصلحيه. عايزه اقول لكم ان انا صرفت على تمن تصليحه، وكنت ممكن اجيب بالفلوس اللي انا صلحتها بيه ميكروويف جديد. فانا قررت ان انا مش هصلحه تاني، وهنزل اشوف اسعار الميكروويف ايه. نزلت كده سريعا اشوف الاسعار. بس بصراحه انا صدمت الاسعار، يعني غاليه قوي. مقارنة بالسنين اللي فاتت يعني. كنت ممكن تجيبي مايكرويف ب2500 ب3000، لا دلوقتي اقل مايكرويف كويس عامل 6000 ونص، ده اقل تمن فعلا. ممكن تجيبي مايكرويف يكون ماركة كويسة، ويكون حاجة يعني فيها خدمة ما بعد البيع، تبقى انتي مطمنة لها. هنا لقيت انواع كتير، لقيت فيه، كان فيه فريش، وكان فيه تورنيدو، كان فيه شارب. كان فيه مايكرويف سعة 36 لتر، وكان فيه ال25. بس انا يعني لما طلعت الصواني من الاتنين حطيتهم، لقيتهم الاتنين تقريبا مقاس واحد، فما فيش فرق خالص بين ال36 وال25. فانا قررت ان انا هجيب ال25 عشان ما فيش فرق بينهم كبير. زي ما انتوا شايفين هنا، زي ما انتوا شايفين كان الميكرويف شارب ده كان عامل 6500. وكان عليه خصم، هو كان قبل الخصم كان 7000. المرة دي انا هنزل اخد فكرة بس، يعني اكون انا عارفة وحددت انا عايزة اجيب ايه، وبعدين المرة اللي بعدها هنزل ان شاء الله هشتريه على طول. ما تنسوش بقى اللي مش مشترك عندنا في القناة يكتب لي كومنت حلو كده، ويضغط على زر الاشتراك. ولو في حد يسأل عن جهاز معين